الملاريا والدفتيريا يجتاحان جنوب الجزائر. أين هي أحسن منظومة صحية في العالم؟ في خضم وضع صحي كارثي يواجه جنوب الجزائر اجتياحا مزدوجا لوبائي الملاريا والدفتيريا اللذين باتا يحصدان أرواح العديد من السكان. ورغم أن الجزائر تفتخر بمنظومتها الصحية التي تعد من بين الأفضل في العالم حسب تصريحات رسمية، إلا أن الواقع المرير الذي يعيشه سكان الجنوب يعكس صورة مغايرة تماما. فأين هي هذه المنظومة؟ ولماذا لم تتحرك في وجه هذا التهديد الصحي الذي يرعب الآلاف؟ في الجنوب يعيش السكان بين مطرقة انتشار الأمراض وسندان نقص الرعاية الصحية. في الأسابيع الماضية ارتفعت حالات الإصابة بالملاريا والدفتيريا بشكل كبير، مخلفة عددا متزايدا من الوفيات. المستشفيات المحلية تعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، في حين يفتقر الأطباء والممرضون إلى الدعم الكافي للتعامل مع هذا التفشي المفاجئ. لطالما روجت السلطات الجزائرية لمنظومتها الصحية على أنها من الأقوى في إفريقيا وحتى على مستوى العالم، لكن في مواجهة هذا التحدي الصحي الخطير يبدو أن هذه المنظومة تكتفي بالأقوال دون أفعال. السكان المحليون يتساءلون: أين هي فرق التدخل العاجل؟ أين هي الإمدادات الطبية؟ ولماذا لم تصل اللقاحات والأدوية الضرورية؟ ما يحدث في الجنوب يضع علامات استفهام حول مدى جاهزية واستعداد هذه المنظومة لمواجهة الأزمات. بينما يرفع سكان الجنوب أصواتهم عاليا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية طلبا للمساعدة والنجدة، تلتزم السلطات الجزائرية الصمت. لا تصريحات رسمية ولا خطط واضحة تم الإعلان عنها لمواجهة هذا التفشي، في حين ينتظر آلاف السكان من الدولة التحرك لإنقاذ أرواحهم. أمام هذا الصمت المطبق يشعر المواطنون في الجنوب بالتهميش والعزلة، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في هذه المنطقة.